السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحه جيده. انا لاباس الحمد لله. كاين ناس اللي ما يحبوش الباذنجان، وكاين ثاني اللي يشريوه ويخليوه يفزد عندهم. يعني ما يلقاوش كيفاش يطيبوه، ما يلقاوش وصفه مليحه وتكون بنينه. يعني كاين اللي يقهموه وكاين ثاني اللي ما يحبوش كامل. اليوم انا درت لكم هذا لاروسيت يجي بزاف بنين وراح تعشقوه. كاين ثاني اللي ما يحبوش، راح يولي له ادمان، يدخل فيه واحد البنه. الشغل اللي راكم تاكلوه في الحوت. عندي هنايا زوج حبات تاع باذنجان، نقسمهم على زوج، يعني زوج حبات راح يخرجوا لي ربعة طرونش هكا. راح نشلطهم كيما راكم تشوفوا على لي كوتي، ونزيد ندير مستطيلات في النص. عندي هنايا صدر دجاج. انا راني درت صدر دجاج واحد برك، يعني الثاني هذاك راني خليته باش يبان لكم برك وتكون الصورة واضحة. نقصّو هكا مرصوات صغار، يعني ما يكونش فيوندا، ما يكونش هاشي وما يكونش كاري مربعات كبار. نديرو حجم 1 سنتيم. ومن بعد واش ندير الحاجة الثانية، نجيب مول كيما هكا ندهنو بالزيت ونديرلو لي طرونش تاع طماطم. ومن بعد واش ندير، نخليه كوتي. دركا نجيب نخدم الحشو نتاعي. عندي حبة تاع بصل هنايا نقطعها مرصوات صغار. فوالا كيما راكم تشوفوا نقشرها مليح، من بعد واش ندير، نروح نغسلها ونولي. فوالا هكا مور ما غسلتها واش ندير، نقصها نقصها على طرفة صغار كيما راكم تشوفوا الطريقة. على بالكم الباذنجان بالطريقة هذه اللي راح نخدمها لكم. تجي البنة نتاعو بنة مش نورمال، خلاص بنة هايلة. في المقلة تاعي درت لها شوية زيت، نحط هذيك البصلة. فوالا أيا واش ندير، نديهم نحطهم على نار تكون هادية شوية. بعد ما حطيت الباذنجان تاعي كيما راكم تشوفوا راهو قاعد يتفور. نبدا نحرك البصلة تاعي مليح، بعد ما تذبال غير شوية، ما نخليهاش حتى وين تذبال خلاص. نحط شوية طماطم حلو. ومن بعد لي زيبيس تاعي درت فيهم فلفل عكري، شوية ثوم بودر، سكنجبير، فلفل الكحل، وشوية تاع زعفران. فوالا نخلط المكونات كامل مليح. ونحط السكالوب تاعي. انا درت لهنايا حوالي 400 غرام. لي زيبيس انا ما درتهمش مع الاول، نعتهم لكم برك ومن بعد دركا نحطهم. على خاطر لو كان ندير لي زيبيس مع الاول مع البصله والفلفل، راح يصرى واحد لاشوك البصله هذيك وراح تحرق لي مع لي زيبيس، يطلقوا واحد المروريه حتى نحطوا اللحم ومن بعد نلوحوا لي زيبيس. فوالا بعد ما خليت هذاك الباذنجان تاعي يتفور، شوفوا من بعد نجيب مغرف هكا ونحيلو هذاك اللي في الوسط اللي شلطته بالمغرف هكا. يعني الطريقة سهلة خلاص. فوالا ما قلت لكمش راني حطيت صدر الدجاج تاعي هذاك اللي قطعته صغير حوالي 400 غرام. وزدت حطيت مغرف نتاع اكل طماطم، مغرف غير ربع نتاع اكل طماطم، ما نكثروش طماطم تاع بايت. فوالا كيما راكم تشوفوا راح نحي هذيك الباذنجان الحشو نتاعو، القلب نتاع الباذنجان كامل. لي طرونش كامل في ربعة، راح نحطهم في المقلة ونخلط مليح كيما راكم تشوفوا. والله غير شوفوا ليكيب يخرج لكم واحد البنة. بنة بزاف مليحة، شغل ما راكمش تاكلوا كامل في الباذنجان هذاك اللي يقهم يعني بالطريقة التقليدية هذيك. بصح هذه طريقة بزاف مليحة، طريقة بسيطة ومفهومة، راح تعجبكم نتوما. إذا كان تروحوا للخدمة تديوها معاكم، إذا كان ولادكم ما يحبوش ياكلوا الوصفات هكا يكونوا طايبين في الكوشة، ديروا لهم الوصفة هذه تاع باذنجان. المهم كيما راكم تشوفوا المول نتاعي اللي درت له شوية زيت وحطيت له لي طرونش تاع طماطم، دركا نحط الباذنجان نتاعي. نحط لي طرونش هذوك تاع الباذنجان في ربعة. اي فوالا. ايه ستف كتف كالعادة لازم نسقموهم مليح ونحاولوا نغلقوا عليهم شوية على لي كوتي، يعني نديروا المول نتاعنا يكون قد قد. حطيت لهم فرماج رابيد، درتو مرصوات صغار خلاص. ومن بعد حطيت الحشو نتاعي. انا فضل لي شويه الحشو، درت الحشو كبير وعمرتهم مليح. سما هذو قادرين ديروا بهم ديروا الحشو هذا ديروه حوالي 9 لي طرونش، ديروه 8 لي طرونش تاع الباذنجان هذا، فهمتوا؟
اي فوالا، من بعد ربيت له الفرماج من الفوق، دخلته للفور طاب من التحت، ومن بعد طلعته للفوق وطاب. فوالا هذه هي لا روسيت تاع اليوم، جات بزاف بنينه. والله يا ليكيب ما تامنوش البنه نتاعو، شغل في واحد السر هكا، شغل راني ناكل في الحوت. اي فوالا هذه هي لا روسيت تاع اليوم. ما تنساوش تخليو لي متابعه ولايك، وخليو لي تعليقات، دعموني شويه. تهلاو، سلام.